السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولياء الأمور الشطار اللي عايزين ياخدوا أولادهم للاختبار في الوحدة الستة بالنسبة لمادة الرياضيات معايا 3 مفاهيم. المفهوم الأولاني هيكلمني عن معدل الوحدة، أما المفهوم الثاني فده بيكلمني عن حاجة اسمها معامل التحويل. معامل التحويل. والحاجة الأخيرة بتكلمني عن النسبة المئوية. تعتبر دي أطول الوحدات فيهم، لكن أنا هختصرها قدر الإمكان. معدل الوحدة لازم تكون التانية وحدة واحدة. يعني لما أقول لك مثلا معانا عربية بتمشي 21 كيلو متر لكل 3 ساعات أو في 3 ساعات، ده كده اسمه معدل. عشان أخليه معدل وحدة هقسم ال21 على 3 فتبقى 7 كيلو متر لكل ساعة. يعني لازم الوحدة الثانية تكون وحدة واحدة. وحدة واحدة. خلصنا. نروح لمعامل التحويل. لو قال لك انت معاك 3 كيلو متر عايزك تحولها لي متر باستخدام معامل التحويل، بعلم الطالب ان ال3 كيلو متر بتتضرب في حاجة انا اللي هكتشفها. اللي جه فوق بيتكتب تحت، واللي مطلوب مني بكتبه فوق، واسأل نفسي مين الكبير فيهم. الكيلومتر هو الكبير. الكبير دايما واحد. طب الكيلو فيه كم متر يا مستر؟ فيه 1000. واضرب عادي. الكيلو هتروح مع الكيلو مشوار، و3 في 1000 تطلع النتيجة 3000 متر. طب مثلا سؤال تاني كده بسرعة في نفس المنطقة، بيقول لي معاك مثلا 2 ساعة عايز احولها الى دقيقة. يا مستر هكتب ال2 ساعة واضربها واشد الكسر. الساعة جت فوق فتتكتب تحت ساعة. الدقيقة هي المطلوبة اكتبها فوق دقيقة. والساعة فيها 60 دقيقة، هتروح الساعة مع الساعة و2 في 60 ب120 دقيقة. خلص كده معامل التحويل. ندخل آخر حاجة النسبة المئوية. النسبة المئوية حدها الثاني 100، يعني لازم تكون أصلا مكتوبة 100 ورمزها في المية. الواحد 100، والنص 50%، والربع 25%، والخمس 20%. لو طالب مني الجزء اضرب فيه نفس. لو طالب مني الكل اضرب فيه عكس. الخط طبعا مش احسن حاجة، بس هنمسح ونحاول نشرح اكتر في النسبة المئوية. هيجي مثلا يقول لك يا ترى لو معاك واحد ناقص 70%، ده هتبقى كم في المية؟ انا عارف ان الواحد ده ممكن اشيله اصلا من المسألة واحوله 100%. ناقص 70 فالناتج يكون 30. وارد يقول لك يا ترى نص زائد 25%، ده بيساوي كام؟ انا عارف ال 25% دي ربع يا مستر، والربع والنص عبارة عن 3/4، وهكذا من ضمن الاسئلة دي. الاسئلة المهمة واللي نخلي بالنا منها اللي هي النسبة والتخفيض. وفي سؤال قبله بيقول لك ما العدد الذي 20% منه بيساوي 20 جنيه؟ ايه العدد اللي 20% منه ب20؟ ايه العدد؟ يعني هو كده عايز الكل. اضرب فيه عكس. بدل ما هي 20% اللي هي اصلا 20 على 100 هعكسها، هتبقى 100 على 20 في ال20. الاصفار هتروح مشوار وتطلع ب200 جنيه. او يقول لك عايزك تحسب لي 10% من 1000. كده طالب مني الجزء اضرب فيه نفس، يعني هتبقى 10 على 100 في 1000. الأصفار هتروح مشوار، و10 في 10 ب100. تمام. لو طالب مني الكل اضرب فيه عكس، لو طالب مني الجزء اضرب فيه نفس. آخر الأفكار هيقول لك يا ترى لو أنت رحت مطعم وطلبت أكل والأكل نزل لك ب200 جنيه بس عليه ضريبة زيادة 10%، يا ترى هتدفع كام؟ هحسب الزيادة دي جزء هضرب فيه نفس 10 على 100 في ال200. طبعا الأصفار هتروح مشوار فتبقى 20 جنيه، وال10% هخبي صفر.
طب كده يا ترى الدفع هيكون كام؟ هيكون 200 زائد 20 يا مستر، يعني 220 جنيه. حاجة أخيرة نختم بيها الوحدة العشرة وكده، يبقى ما سيبناش فسفوسة فيها إلا وعدينا عليها. لازم أفهم الطفل بتاعي إن لو قال له 10% لازم نخبي صفر، أما لو قال له 1% لازم نخبي صفرين. إزاي؟ لو أنت معاك 2000 جنيه، والله أنا لو قلت لك 10% هتخبي صفر فتبقى 200. لو قلت لك 1% هتخبي صفرين فتبقى 20. وبكده نكون استفدنا من جزء بسيط. الوحدة العشرة بتكلمنا عن معدل الوحدة، بتكلمنا عن معامل التحويل اللي هي فوق بالكتب تحت، وكلمتنا عن النسبة المئوية، وعرفنا أهم الأفكار اللي فيهم. أتمنى أكون فدتكم من جزء بسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد من الشطار بيقول لي يا مستر طب وهي النسبة فين؟ طيب فصل فيه 50 طالب حضر منهم 45، النسبة المئوية اللي حضروا كام؟ دايما بكتب الجزء على الكل في 100%. تمام؟ طب يا مستر على 50 فيها الواحد، على 50 فيها الاثنين، 45 في 2 فيها الكم؟ ممتازين، 90%. يبقى عشان احسب انا او اجيب النسبة المئوية بقسم جزء على كل ضرب 100%. وبكده افكركم بالشعار بتاعنا مع مستر همام، الرياضة في التمام.